تتجه الأنظار في هذه الأثناء إلى ولاية وادي سوف، حيث تتواجد جمعية المرزم الفلكية السوفية التي تتابع عملية تحري هلال شهر رمضان من مرصد الرباح. وقد أفاد الراصدون هناك بتعذر رؤية الهلال، مرجعين ذلك إلى ضعف المعطيات الرصدية وامتلاء الأفق بالغبار والعوالق الترابية، ما حال دون توثيق المشاهدة. وإلى غاية هذه اللحظة لم يصدر الإعلان الرسمي عن أول أيام شهر رمضان في الجزائر، في وقت يسود فيه ترقب واسع واختلاط في المعلومات، خاصة بعد إعلان المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الأخرى أن يوم غد الأربعاء سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك.